أخبار عظيمة لجمهور نادي الزمالك العظيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الجزء الثاني الكابتن فاروق جعفر يعلنها صريحة: أنا مع تقسيط غرامة كهرباء، وأنا مع بيع أحمد السيد زيزو. جايلك. الجزء الثالث: هجوم من بعض الزملكاوية على الكابتن حسين لبيب. أنتوا عايزين إيه؟ ما أنا مش عارف. لا عاجبك فاروق جعفر، لا عاجبك حسين لبيب، لا عاجبك عمر هريدي، هتسلمنا لمدام ميرفت اللي هيمسك نادي الزمالك لا مؤاخذة مرة. يا اخي ما تسكت، يا اخي ما تسكت. انتوا عايزين ايه؟ نقد 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 نقد. ولا حد عاجبك ولا حد همك. انتوا ايه طيب؟ طب يعني عايزين مرتضى منصور تاني؟ عايزين رجع الساعات يا خطيب؟ عايزين كل شوية في المحكمة؟ عايزين كل شوية نشوف الميعاد بتاع المحكمة بتاعه؟ حاجة غريبة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخبر العظيم الأول نبتدي بيه عشان خلاص الواحد هنا. الأمن يوافق رسميا على حضور 30,000 مشجع زملكاوي، 30,000 فارس زملكاوي لمؤازرة نادي الزمالك قدام أرتا سولار الجيبوتي في استاد القاهرة. وما تنسوش ان نادي الزمالك معاه ماتش مهم جدا جدا قدام المقاولون العرب في تمام الساعة 7 النهارده، وربنا يستر وربنا يستر، فان شاء الله خير. ده الخبر الاول. لايك وشير وصلي على سيدك وحبيبك سيدنا محمد. ولو انت زملكاوي زي حالاتي اكتب لي عاش نادي الزمالك، ولو انت اهلاوي حبيبي واخويا المحترم اكتب لي عاش النادي الاهلي. الكابتن فاروق جعفر اعلنها صريحه، قال انا مع تقسيط غرامه كهرباء. طلعوا بعض الزملكاويه، استنى انت عشان انت هيكون ليك دور عظيم معايا ان شاء الله، اصبر بس. طلعوا بعض الزملكاويه: واي انت ازاي تقول كده؟ انت مش عارف ايه. على فكره انا بكرهك سم يا فاروق يا جعفر، اقسم بالله بكره، اقسم بالله، بس عشان ما حدش يقول عليا ان انا معاه. والله بكره اقسم بالله. طلع قال خلاص انا هقسط غرامه كهرباء، وانا مع ان انا ابيع زيزو. اربط على كده. تقسط غرامه كهرباء تبيع زيزو لا. لا يا روح امك، تبيع زيزو لا. انت بتستهبل. واحنا هيجي لنا كام زيزو في العمر؟ احنا هيجي لنا كام زيزو في العمر؟ ده هو زيزو واحد، هو زيزو واحد. ده المفروض انت تقول ده انا هخلي زيزو، ده انا هبسط زيزو، ده انا العقد بتاع زيزو مش عارف ايه، ده انا عقد ايه. انت ما قلتش الكلام ده، ما قلتش الكلام ده خالص. مع تقسيط غرامة كهرباء. بص يا سيدي، من وجهة نظري التي لا قيمة لها على الإطلاق، الزمالك بيمر بمرحلة حرجة جدا 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 في الماديات. فلوس ما عندناش، عندنا قيد، أزمة قيد. عندنا مدير فني عايز فلوسه كمان 15 يوم. عندنا اللعيبة الأجانب بتشتكينا في اتحاد الكورة. عندنا ولسه اليد ولسه الطايرة ولسه السلة ولسه القدم ولسه. فما تطلعش، ما تبقاش أقرع ونزهي، تبقاش أقرع ونزهي وتقول لا، تحط رجلي على رجلي كده. لا، أنا مش مع تقسيط غرامة كهرباء. هو الدولار بكام النهارده؟ لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، لا لا. ده انت المفروض يعني لو هتتقسط ان شاء الله تتقسط وخدت لك $1,000,000 تفك بيهم نفسك، وبعد 3 شهور او بعد شهرين يدفعوا المبلغ المتبقي، ويكون في ضمانات على كده، يكون في ضمانات على كده. هي مش حرب، اصله مش حرب. انت مزنوق، انت وشك للحيط، وشك للحيط. خد اي مبلغ واستر بيه نفسك. هتقول لا ده انا مع نادي الزمالك لحد لما ينزل الدرجه الثانيه.
الله تنزل عليك البواسير يا شيخ، الله تنزل عليك البواسير وارتاح منك، يا اللي بتدخل في التعليقات وتقعد تشتم وتقول عليا يا هبيد، يا مش عارف، يا متزملك. الله يجزملك في راسك يا شيخ واخلص منك. فاذا كان في ضمانات على التقسيط اتوكلوا على الله، لكن انا مش مع بيع احمد السيد زيزي. هو الفردة الشغالة عندنا، هو الفردة النظيفة، هو الفردة النظيفة. الجزء الثالث حسين لبيب، برضو بعض من الزملكاويه هجوم عليه. طب ما انا مش عارف، طب انتوا، طيب انتوا عايزين مين؟ انتوا عايزين نبي يمسك نادي الزمالك؟ انتوا عايزين مش عارف طائر مجنح يمسك نادي الزمالك؟ انتوا ولا حد عايزينه، لا حسين لبيب ولا فاروق جعفر ولا عمر هريدي البلدياتي، انا بيه وابن بيه يا ولد، ولا عايزين ايه؟ طب عايزين ايه؟ مدام ميرفت تمسك نادي الزمالك تمسكنا مرة، تمسكنا مرة. عايزين ايه؟ ما انا مش عارف عايزين ايه. انا تعبت، انا تعبت. السلام عليكم.